بقولك ايه؟ النهاردة في أول حلقتنا هطلب منك تسيب أي حاجة شغلاك دلوقتي، تفضي نفسك خالص وتاخد زي بريك كده من أي ضغوطات أو أفكار أو هموم تعباك، وتغمض عينيك وتاخد نفس عميق وفكر معايا في اللي عايز أكلمك فيه ده، عشان أنا عايز أسألك سؤال هيهمك جدا. هو أنت فين في كل ده؟ أيوة، زي ما أنت سمعت كده، أنت فين في وسط كل ده؟ أنا عارف هتقولي أقولك فين وما تزعلش يا ابني، خلي الحوار نضيف، أبوس إيدك. لا بجد، سألت نفسك قبل كده السؤال ده؟ وسط الزحمة والدوشة اللي انت فيها دي، أصل أوقات كتير احنا مش عارفين نميز نفسينا خلاص، وتدخل في حالات كده تحس ان انت حد غريب ومش عارف هو أنا مين؟ أنا مش عارفني، أنا تهت مني، أنا مش أنا. يا ترى انت راضي عن نفسك ولا انت راضي الناس وخلاص؟ مشكل نفسك زي ما الناس عايزة وملون نفسك زي ما هم حابين، وعمال ترضي نفسك بأي كلمتين، وتحس إن حياتك دي كأن واحد ماسك ريموت يتحكم فيك بيه، تختار ايه وتعيش ازاي وتكلم مين وتروح فين وترجع امتى. ايه يا عم ده؟ وتكتشف مع الوقت انك مقضيها عمال ترضي في الناس اللي حواليك وانت تحت سيطرة حد تاني، وعمال تختفي كل شوية ومش لاقي نفسك في وسط كل ده، وفي حاجز كبير انت مش عارف تخرج منه، وتحس بالفشل واليأس والوقت يعدي قدامك وانت بتدور على نقطة التغيير وتفقد الأمل. طبعا انت عشت وشفت كتير في حياتك، وعرفت ان مهما عملت لا يمكن هترضي الناس كلها، وضيعنا وقت ومجهود ومشاعر كتيرة عشان نرضي ناس كانت في حياتنا. ودلوقتي تسأل نفسك ايه ده؟ هي الناس دي فينها دلوقتي؟ راحوا فين؟ قبل ما تفكر ترضي الناس، ارضي نفسك انت الأول، عشان لو انت مش راضي عن نفسك مش هتلاقي حد يرضيك. لازم انت اللي تحط نفسك في الصف الأول. مهم جدا انك لازم تقدر نفسك، وبعد كده تقدر اللي حواليك، وانت تستاهل تكون اللي انت عايزه. دي حياتك انت، وانت اللي هتعيشها مش حد تاني. فما تخليش حد يمشيك كأنك مربوط بحبل لا مؤاخذة، تروح وتيجي معاهم وعلى حسب مزاجهم وهواهم. خليك انت اللي متحكم بنفسك. حاول تكون كده اوريجينال، حد اصلي، وما تتصنعش. ما تغيرش نفسك وتفكيرك وطريقتك عشان حد. افتخر بنفسك وارفع راسك لفوق، وخليك راضي ومرتاح بنفسك. اوعى تعتمد على حد يفرحك، فرح نفسك انت. دور في حياتك على الحاجات او المواقف اللي بتفرحك، أكلة بتحب تاكلها، مسلسل بتحب تشوفه، موهبة مشتاق ترجع لها من تاني، ترسم ابتسامة على وشوش ناس انت بترتاح معاهم جدا،
ووجودهم فارق معاك قوي وحابب تكمل معاهم. احنا غالبا بندور على شخص يساعدنا ويفرحنا، لكن في الواقع مفيش حاجة تضمن لك إن الشخص ده هيفضل ويكمل معانا للآخر. هو بس واحد اللي هيفضل معاك في الآخر، هو أنت. عشان كده أنت اللي تسعد نفسك بنفسك. والموضوع لسه ما تأخرش، أنت لسه عايش وبتتنفس، يعني لسه في أمل إنك تنسى اللي فات وتركز في اللي جاي، وتخلي بكرة أجمل وأحلى بيك. خلي الخطوة الأولى أنت اللي بتبتديها، والأخيرة أنت برضو اللي بتنهيها. يلا، سلام.